أحسن طريقة هتاكلي بيها القرنبيط، ولو ولادك مش بيحبوا القرنبيط هيحبوه، وهنرفع من قيمة القرنبيط الغذائية وهيعجب الكل. احفظي الطريقة عندك لأنك هتحتاجيها. في بولة هنزل ببيضتين وعليهم نص كوباية لبن وملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ومعلقتين دقيق، وعليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وقلب كويس جدا الخليط وانزل عليهم بالخضرة وبأي كمية انتوا عايزينها. وبعد كده هنزل بطماطماية او 2 مقطعين او مبشورين، وكمان فلفل اخضر وممكن الوان متقطعين، وممكن ازود فلفل حامي لو عايزين. اقلب كويس جدا الخليط، وهنا انا زودت زيتون. ودلوقتي هسلق القرنبيط مية مغلية في حلة، وازود معلقة ملح وكمان معلقة كمون، وانزل بالقرنبيط واسيبه حوالي 10 دقايق هيستوي، وابدأ اقطعه قطع صغيرة بالشكل ده. وبعد كده انزله على الخليط اللي عندي واقلبهم كويس جدا. وهنا في حلة انزل بمعلقة سمنة وبصلة مبشورة، بس انا كنت مفرزاها، وابدأ اقلبهم كويس. واول ما تصفر البصلة انزل عليها بمعلقة صغيرة من السكر واقلب كويس عشان البصلة تتكرمل، وازودها على الخليط بالشكل ده، واقلب كل الخليط مع بعضه. واجيب صينية مدهونة زيت واساوي القرنبيط في الصينية وفي الفرن وفي الرف الاوسط على درجة حرارة 180 ولمدة ساعة. هتبقى عندي احلى صينية قرنبيط في الفرن. جربوها، ولو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك وشير للفيديو ومتابعة او اشتراك لو اول مرة تشوفوني. مع السلامة.